التجارة الإلكترونية موضوع يطول شرحه ومحتاج لحلقات وحلقات علشان نوصل لموضوع التجارة اللي ممكن نحقق من خلاله ربح واحنا قاعدين في البيت أو قاعدين في شغل أو قاعدين في أي مكان. التجارة الإلكترونية بدأت في عدد من دول العالم الغربي، لكنها ابتدت دلوقتي تبقى موجودة في مصر، وزي ما احنا متعودين مصر دايما بيكون ليها دور الريادة في أي شيء بيبتدي. فكان لمصر دلوقتي ما يعرف بمواقع إلكترونية مصرية قام بعملها مجموعة من الشباب المصريين وبيسوقوا عليها منتجات مصرية 100% علشان يقولوا ان احنا كمان موجودين فيما يعرف بالتجارة الإلكترونية. هيكلمنا عن الموضوع ده المهندس خالد محمد خالد، النقيب العام للتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني في مصر، وأيضا المهندس نادر ناجي أحد مستشاري التجارة الإلكترونية. أهلا بحضرتك مهندس خالد. اهلا وسهلا استاذ. أهلا بحضرتك مهندس ناجي. اهلا وسهلا. في حاجة جديدة، فكرة بيقوم بيها مجموعة من الشباب المصريين بيعملوا موقع إلكتروني، ممكن حضرتك تحدثنا عنه؟ طيب في الحقيقة لو حبينا نتكلم على مواقع التسويق الإلكتروني، المواقع ديت هي مواقع بتقوم بتسويق المنتجات عن طريق شبكة الإنترنت. ويمكن في آلاف من المواقع دلوقتي موجودة في العالم، ولكن الحمد لله قدرنا دلوقتي إن احنا نعمل موقع إلكتروني يسوق منتجات مصرية ويكون منتشر في كل مكان في العالم. الموقع ده بيسوق منتجات مصرية الصنع وبيسوق منتجات عالمية برضو علشان يقدر يناسب ويغطي كل الاحتياجات. مهندس خالد، حضرتك كلمتني عن المواقع الإلكترونية اللي ممكن من خلالها نعمل تجارة ونكسب. الموقع اللي قام بيه المصريين، مجموعة من الشباب المصريين، هل هم ابتدوا وخدوا الخطوات القانونية في ان هم يسجلوا نفسهم؟ في الحقيقه طبعا انا كنت وعدت حضرتك في الحلقات السابقه ان احنا يعني ما ينفعش نتكلم عن امازون وعن اي باي وعن مواقع اجنبيه بدون ما يكون في نصيب للعرب يعني. اكيد. يبقى اكيد زي ما انا عندي رواد الانترنت في العالم زي امازون واي باي وجوجل ويوتيوب وفيسبوك، في لازم موقع يكون عندي مصري. رواد عرب. وده اللي احنا عملناه الحقيقه في المؤتمر الرابع للتجاره الالكترونيه في جامعه القاهره، وكنا بنكرم الحقيقه 10 مواقع من رواد الانترنت العرب. فالحقيقه يعني الاستاذ نادر الحقيقه مشكورا تقدم للنقابه باعتماد موقع جميل جدا، موقع من المواقع اللي انا بتنبأ لها الحقيقه شخصيا بمستقبل ممتاز جدا لتشغيل الشباب. هو حاليا دلوقتي بيشغل حوالي 2000 شاب. 2000 شاب مقيدين على الموقع؟ بالظبط كده حضرتك، بيقدروا ان هم ياخدوا منتجات من الموقع يسوقوها مقابل نسبة. هو موقع ويكاش الحقيقة، موقع ويكاش من المواقع الحقيقة الجميلة جدا اللي ممكن بكل بساطة حضرتك بتخش على الموقع، بتعملي ريجستر، بتختاري المنتج اللي حضرتك عاوزاه، بتسوقيه. يعني لو نتذكر زي ما احنا اتكلمنا في الامازون، في الامازون الامازون واتكلمنا على ازاي ناخد منتج من امازون ونبدا ان احنا نسواه مقابل نسبه. طيب واي نوت ان الكلام ده ما يكونش عندنا في العالم العربي يعني؟ فعندنا مواقع كتيره جدا الحقيقه موجوده. انا بس النهارده بدي مثال لفعلا موقع اعتمد في النقابه، والاوراق موجوده، السجل التجاري موجود، البطاقه الضريبيه موجوده، كل الاوراق اللازمه لاعتماد النقابه. السعر مناسب للسوق ويكاد يكون اقل من السوق. منتجات مصريه بيساعد على تشغيل الشباب. باحصائيه صغيره عملناها مع موقع ويكاش، ممكن خلال 3 شهور هيشغل حوالي 10000 شاب ان شاء الله. في خلال سنه ممكن يوصل الموضوع ل 100000 شاب. وزي ما احنا قلنا ان في 180000 واحد شغالين على موقع اي باي. النهارده لما زرت ويكاش الحقيقه لقيت في جروب كتير وفريق كبير بيشتغل على هذا الموقع عشان يقدر يحقق الاهداف المطلوبه منه. وكان الحقيقه موقع يعني هنشوف شكله الايام الجايه، انا مش هتكلم كتير عليه. هذا البرنامج برعايه طيب ويكاش هو موقع مصري بشباب مصريه هي اللي بتدير الموقع دوت. المنتجات اللي معروضه عليه كلها منتجات مصريه 100%؟
وطبعا الاستاذ نادر ممكن يتفضل مشكورا بقى يتكلم عن المنتجات اللي موجوده احنا لو حبينا نلخص الكلام عن وي كاش، الموقع عليه منتجات مصرية الصنع. اكيد مش كل المنتجات مصرية الصنع، بعضها مصري الصنع بيتصنع هنا في مصر، والبعض الاخر المنتجات اللي موجودة في السوق اوريدي بتتصنع في كل حتة في العالم. بس لو حبيت اتكلم باختصار عن موقع وي كاش، احنا في الحقيقة لما جينا نفكر في الفكرة دي من الاساس، لقينا ان النهارده في شركات كتيره جدا عندها منتجات عايزه تسوقها، ولكن ما عندهاش الاسلوب اللي تعرف تسوق بيه. فكل الشركات دي كانت بتلجأ في الحقيقه لاساليب الدعايه والاعلان على القنوات علشان تعرف تسوق لمنتجاتها. زائد ان احنا عندنا كم من الشباب اللي بيعانوا من البطاله في مصر عامه. فاحنا فكرنا ان احنا نقدر نربط الاتنين دول ببعض. نقدر نسوق المنتجات للمصانع عن طريق الشباب اللي اوريدي ممكن يكون بيقعد ساعتين و3 ساعات على الانترنت مش بيعمل حاجه. فبالتالي احنا ممكن نستغل التجاره الالكترونيه ونشغل الشباب دول في تسويق المنتجات المصريه. فهنا المصنع قدر يسوق المنتج بتاعه، وفي نفس الوقت الشاب الساعتين اللي بيقعدهم على الانترنت يقدر يسوق منتج يقدر يعمل منه دخل. الدخل عندنا ممكن يوصل لحد 14,000 جنيه في الاسبوع. في ناس كتيرة موجودة دلوقتي في الموقع وبتشتغل وبتعمل نتائج كويسة. ففي الحقيقة يعني احنا قدرنا نعمل حاجة كويسة جدا للبلد، وبإذن الله نطور فيها وننميها. في مواقع التجارة الإلكترونية في أنواع مختلفة من التعامل. في مواقع عرفنا إن أنا بحط صورة للمنتج بتاعي ومن خلالها بيجيلي المشتري فببيع وباخد فلوس. في مواقع تانية زي أمازون لازم أبعت المنتج بتاعي ويوافقوا عليه أو ما يوافقوش، وبناء عليه يا يتباع المنتج يا ما يتباعش. كموقع مصري بتتعامل ازاي مع المنتج بتاعك؟ بتاخد صورة ولا بتاخد المنتج، ولا بتضمن ازاي جودة المنتج المعروض عليك؟ طيب، هي في الحقيقة كل المنتجات اللي موجودة على الويب سايت عليها الفول ديسكريبشن، أو عليها المواصفات كاملة بكل التفاصيل وأدق التفاصيل، وكمان بيكون معاها الضمان بتاعها. يعني لو أنا بتكلم عن منتج موبايل على سبيل المثال، فبقول إن الموبايل ده معاه ضمان سنة. لو بتكلم على لابتوب بقول إن هو معاه ضمان 3 سنين، على حسب طبعا كل حاجة. وبحاول أحط كل التفاصيل بكل يعني بأدق التفاصيل كمان، علشان يكون المستهلك قبل ما بيشتري هو عارف المنتج اللي هيشتريه دوت مواصفاته ايه، وكل التفاصيل تكون اوريدي موجوده قدامه. فكرة التعامل مع الشباب، وانت بتشوف مجموعة الشباب ابتدى يزيد عندك عدد الريجستريشنز وابتدى يبقى عندك قاعدة عريضة، بتحمسهم ازاي علشان يقبلوا على الموقع بتاعك اكتر؟ طيب، في الحقيقه حته ان احنا نحمس الشباب، هي مش بس بنحمس الشباب، هي الشباب بتتحمس تلقائيا لما بتتعلم حاجه جديده، لما بالفعل بتعرف تعمل دخل. فهو ده الحاجه الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها. احنا عندنا منظومه قويه جدا جدا بتقوم بتدريب الشباب اللي بتنضم او بتخش على الموقع علشان تعرف تسوق، لان معظم الشباب دول بيكونوا شباب جامعه او حتى لو خريجين، جزء كبير منهم ما بيكونش عنده مهارات التسويق. ففي فريق عمل كبير جدا جدا بيقوم بتدريب كل المجموعات دي بشكل اسبوعي على كورسات مبسطة في التسويق، بحيث ان احنا بنوفر لهم فرصة بتاعة دخل، وفي نفس الوقت بندربهم ازاي يعرفوا يشتغلوا ويعملوا دخل كمان. باشمهندس خالد، النقابة المسؤولة عن التجارة الإلكترونية بيكون لها دور مهم في إن هي تستعلم عن المواقع العالمية المعروفة علشان تكون متأكدة إن فعلا دي مواقع صادقة ودي مواقع ما هياش مواقع نصب ونقدر نستفيد منها. بتقدموا خدمات للمواقع العالمية. طب بالنسبة للمواقع المصرية، ايه اللي النقابة بتعمله علشان فعلا ترفع من جودة الموقع المصري وبالتالي ترفع من جودة المنتج المصري وبالتالي ترفع من جودة الاقتصاد عموما؟ هو الحقيقه في اللي قدم لغايه دلوقتي للنقابه لاعتماد المواقع او الشركه عندنا في النقابه الحقيقه حوالي 20 شركه. يعني تخيلي حضرتك ان اعتمدنا من ال 20 شركه 3 شركات بس. فقط 3 شركات؟ 3. وده دليل ان احنا مش اي حد يقدم يبقى بمجرد ان هو يسجل او يجي بيقول يا جماعه انا عاوز اسجل عندكم في النقابه، بنقول له اتفضل تعالى واحنا ادفع الرسوم بتاعتك للنقابه واللوجو بتاعنا هتاخده تحطه عندك في الموقع بتاعك، فتبقى انت كده بالنسبه للناس اللي هيشوفوك امن. لا، هو في شروط وفي عندنا مستشارين الحقيقه بيقيموا الوضع. الحقيقه يعني مثلا مثال عملي مع ويكاش،
هم عملوا ايفنت كبير جدا، وانا حضرت هذا الايفنت وعملت فيه الحقيقه محاضره، وكانوا عاملين ايفنت مشرف جدا بيعلموا الشباب ازاي يسوقوا المنتج. مش مجرد ان هو عمل موقع وخلاص، لا ده عمل موقع وبيعلم كمان الشاب كل اسبوع او كل اسبوعين بياخد دورات تدريبيه بيعلمه ازاي يسوق المنتج بتاعه باسلوب حديث، زي مثلا التسويق الالكتروني. ازاي يسوق المنتج بتاعك بالتسويق الالكتروني. عملت لهم الحقيقه ايفنت ممتاز، وكان في عدد كبير جدا موجود من كل محافظات مصر، وكانت في قاعه كبيره موجوده في القاهره. والناس طلعت الحقيقه عرفت فكر جديد ازاي اسوق منتجات مصريه بالتسويق الالكتروني، مش بالاسلوب بقى التراديشنال العادي. طيب يمكن في كتير من الشباب هم اللي بيستخدموا المواقع الإلكترونية، لكن في كتير جدا شريحة عريضة قوي ما هماش شباب وما بيستخدموش هذه المواقع لعدم معرفتهم بالإنترنت أو بخبايا عالم الكمبيوتر عموما. ازاي نساعدهم ان هم يعرفوا اكتر عن المواقع ديت بحيث يزيد عندنا عدد الشريحة اللي بتستخدم هذه المواقع؟ هو الحقيقه اللي احنا بنعمله النهارده طبعا والقناه المشكوره ان احنا بنتكلم عليها النهارده ده اكبر داعم لنشر الفكره. مم. لان طبعا مصر كلها بتشوفنا، الدول العربيه بتشوفنا. بنقول للدول العربيه كلها مش مصر بس، يا جماعه فعلوا نفس الفكره. يعني انا محتاج ان كل يوم يظهر 100 موقع مصري، مش بس موقع ويكاش، لا انا عاوز مواقع كتيره جدا مصريه. في مواقع اماراتيه وفي مواقع سعوديه. عاوزين مواقع مصريه، يعني فعلا نقول ان الموقع دوت من الالف للياء هو موقع مصري. مش عاوزين ان احنا نعتمد على مواقع اجنبيه بس. ال- ال- الشغل الثلاث مواقع اللي احنا اعتمدناهم في النقابه شغل محترف. الاسعار زي ما انا قلت مناسبه جدا، زي الاسعار اللي موجوده في السوق، وتكاد تكون اقل بشويه بسيط جدا. الشحن بيروح لهم لغايه عندهم. ازاي بقى موضوع ان انا النهارده لو عندي، انا بكلم بقول النهارده عندي 3000 مثلا او عندي 2000، لو انا عاوز خلال شهرين يبقى عندي 10000، يبقى عايز. لازم نزود نسبة الوعي، لازم نزود نسبة طبعا انا بوجه كلام طبعا استاذ نادر ان لازم يزود نسبة الدورات التدريبية للشباب الكتير جدا، عشان يعرف ينتقل الشباب اكتر للمحافظات، مش بس يعني في يعني يبقى القاهرة. في داخل القاهرة بس، ينزل يدي ايفنت في اسكندرية ويهتم قوي بالصعيد، لان الصعيد الحقيقة يعني محتاجة مننا جهد شديد جدا، متعطشين لهذا العلم. ناس كلها ناس مثقفة وناس راقية جدا في الفكر، بس محتاجين العلم عشان يوصل لهم. هذا البرنامج برعاية مهندس نادر، العلم عايز يوصل لهم ولازم توصلوا العلم دوت علشان فعلا تنجحوا في الموقع بتاعكم. ايه اللي انتوا هتعملوه علشان تعملوا قاعدة عريضة من الشباب يكونوا معاكم؟ في الحقيقة احنا عندنا مجموعة من المسوقين موجودين في جميع محافظات مصر تقريبا. مش بس على مستوى الجمهورية، يعني مش بس على مستوى العاصمة، لا لا لا، احنا شغالين من اول في الأقصر كل وأسوان، المحافظات. بالفعل عندنا أقصر وعندنا في أسوان لحد اسكندرية، مرورا بسوهاج وقنا ومحافظات كتير جدا. الكورس أو الكورس التدريبي أو الدبلومة بتاعة التسويق اللي كان شرفنا بيها باشمهندس خالد، دي اتعملت في القاهرة، ولكن بإذن الله احنا هنكررها في بقية المحافظات علشان ننشر وعي وثقافة التسويق الإلكتروني لكل المحافظات، وبإذن الله نطلع كمان بره مصر بحيث إن احنا نعرف نعمل استثمارات بره مصر. طيب على مستوى المحافظات وانت بتسوق عن طريق الكورس، انت بتعمل ايه؟ يعني هل بتعمل ايفنت ومن خلاله هتدعو الناس، ولا انت بتزور مدارس او بتزور جامعات معينة علشان تعرفهم بالكورس؟ يعني الخطة ماشية ازاي؟ طيب احنا في الحقيقة بنعمل زي ايفنت للأشخاص المسوقين اللي موجودين في الشركة. بنجمع كل الناس دول، وبيشرفنا دكتور خالد أو أحد الأشخاص اللي موجودين معاه في النقابة علشان يدرسوا للناس ويعرفوهم طرق مختلفة في التسويق. دلوقتي الناس بتعتمد في التسويق على إن هم يتكلموا مع بعض أو يشتغلوا على الفيسبوك ولكن من غير علم. فطالما الناس بتشتغل من غير علم فأكيد النتائج هتكون بطيئة نسبيا، واكيد هيبقى فيه اخطاء كتير. وهيكون في أخطاء كتير. فإحنا رقم واحد بنعرفهم إن إزاي يعرفوا يفرقوا ما بين الشركات اللي بتشتغل بشكل سليم والشركات التانية، بحيث ان الوعي ينتشر في كل مصر. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، بنعرفهم انت دلوقتي دخلت في ويكاش على الويب سايت اللي هو www.wikash.com،
واصبح ليك زي سب سايت، او احنا بنسميه سب دومين او سب سايت، بيكون عنده ويب سايت صغير مم. او مصغر. موقع خاص بيه هو، بالظبط، بيعرض عليه كل منتجات الشركه. تقريبا تمام، زي المواقع الكبيره ما بتعمل. يعني ده فكرني بامازون، ايوه بالظبط. انك بالظبط. ممكن في الافيليت بروجرام يبقى عندك موقع خاص بيك انت ينزل فيه المنتجات. انتوا بتعملوا كده؟ بالظبط، احنا عندنا افليت بروجرام برضو. احنا بنقدر نسوق المنتجات. الشخص جاست بيشتري البرودكت، تمام، مش محتاج يدفع اي رسوم اضافيه. تمام، وانس ان هو اشترى البرودكت اصبح عنده زي ساب سايت، او اصبح عنده لينك بتاع افليت، يقدر يسوق اللينك دوت في اي مكان في العالم، مش بس في مصر. تمام، ويقدر يعمل عمولات عليه. في اشخاص بتبقى عايزه تنمي التالنت او الموهبه بتاعه التسويق عندها. تمام، فالاشخاص دول بنديهم موقع فيه شويه مميزات اكتر، وبيكونوا على تو بروجرامز، حاجه اسمها جونيور وسينيور. تمام، بيكون في اي بروجرام من الاثنين دول، وبيقدر يعمل بقى عمولات مضاعفه. ولكن هنا بيكون هو داخل مركز، واخد الموضوع كبزنس، مش لازم يتفرغ، مش لازم يسيب الوظيفه بتاعته، ولكن على الاقل يستثمر الساعتين او الثلاث ساعات بتوع اخر اليوم اللي كان هيقعد ينزل مع اصحابه او يقضيهم في البيت مش بيعمل حاجه. ممكن الوقت ده يستثمره وبالفعل يعمل دخل او اضافي. على الاقل ممكن مثلا في خلال الاجازه الاسبوعيه في يومين اجازه، بالظبط، فساعتين او 3 ساعات في اليومين دول اكيد ممكن يعملوا حاجه حتى لو دخل بسيط، بس في اجازه في دخل الصيف. اضافي. بالظبط، بالظبط. وبالنسبه لطلبه المدارس في اجازه الصيف طلبه المدارس وطلبه والجامعه الجامعات في بالظبط. الاجازه، ففي فرصه ان هم هنا يقدروا يحققوا دخل ولو دخل بسيط. طيب النقابه دوركم ايه بقى في تشجيع الشباب؟ هو نشر الوعي او نشر ثقافه العمل من خلال شبكه الانترنت، مم. اللي هو العمل الحر. ازاي اخليه يبقى فعلا مصدق ان انا هيكون عندي مشروع على شبكه الانترنت. مم. يعني الناس كتير مش مصدقه على فكره. مم. يعني الناس تقول لك النهارده بقى انا هبقى صاحب مشروع مش موظف. يمكن ده علشان هم يعني سمعوا عن حالات النصب اللي بتحصل على المواقع، فمش بالظبط. مش قادرين وممكن يستوعبوا الصدق ده. ما يكونوش سمعوا عن العلم. يعني كلنا عندنا فيسبوك، مم. ولكن مش كلنا بنبيع على الفيسبوك. مم. هو مش مصدق ان هو لو حط منتج على الفيسبوك ممكن ياخد منتج من ويكاش يحطه على الفيسبوك. مش شرط ياخد سب سايت مثلا من الويكاش، لا، ما انا عندي مواقع كتير ممكن استخدمها كمان. يبقى انا عندي السب سايت وعندي الفيسبوك وعندي تويتر وعندي كل حاجه مم. ممكن ابيعها واكسب منها عائد كويس. مواقع كتير ممكن ندخل عليها نعمل حسابات ونكسب عائد كويس. هنستكمل هذه المواقع مع مهندس خالد محمد بعد الفاصل. هذا البرنامج برعايه. وعلشان ندخل على المواقع ونبتدي نحقق ربح يا باشمهندس خالد، السرعة بقى. يعني خلاص عرفت ان انا عملت اهو موقع ليا وابتديت ببيع وبشتري. ازاي استفيد من السرعة، وبدل ما ابيع قطعة ابيع قطعتين ابيع 3، وبالتالي الربح والدخل عندي يزيد؟ هو مشكله اي حد عاوز يبيع على شبكه الانترنت ايه؟ وجود منتج. مم. طيب المواقع اللي ظهرت زي امازون وزي اي باي وزي كليك بانك وزي ويكاش، دول ظهروا ليه؟ ظهروا عشان خاطر يوفروا لاي شاب او اي حد عاوز يشتغل المنتج. مم. يعني مجرد ان انا وفرت منتج خلاص كل مشاكل اتحلت على شبكه الانترنت، لان انا شبكه الانترنت بتقدم لك التسويق مجاني وبتقدم الاماكن مجاني، مم. ومش ناقص غير حاجه واحده بس، المنتج. فمعنى ان انا توفر لي منتج يبقى انا كده خلاص قادر ان انا ابدا من النهارده ان انا ابدا اشتغل. الاستاذ نادر قال لي كان من حوالي اسبوعين كان في 800 منتج على الموقع، النهارده في 1000، بيقول في 1000 منتج على الموقع. كويس، ده في زيادة في عدد المنتجات. بالظبط كده. طب بشكل انتوا اسبوعي. بتنتجوا المنتجات؟ يعني مش اي منتج بتحطه عندك على الموقع؟ في الحقيقه دي سياسه احنا اتبعناها من البدايه خالص.
ان احنا نشوف ايه المنتجات اللي بتناسب احتياجات الناس. مم. ما دورناش على ايه المنتج اللي احنا عايزين نسوقه او ايه المنتج اللي احنا شاطرين في تسويقه، لا احنا دورنا على المنتجات اللي بتناسب احتياجات الناس. طب اديني امثله كده على المنتجات اللي انت حطيتها في الموقع واللي شايفين ان هي فعلا دي اللي بتناسب احتياجات الناس. انت ممكن يكون بالنسبه لك ايه منتجات انت شايفاها مناسبه ليكي، لان احنا بالفعل عندنا كل المنتجات. احنا بدانا من اول التكنولوجي، مم. موبايلز، لابتوب بالاكسسوارز بتاعتها كامله، شاشات LCD، كل الاجهزه المنزليه بدايه من الحاجات بتاعه الكيتشن ماشين، الاجهزه الصغيره، مم. لحد الهوم ابلاينس اللي هي الثلاجات والغسالات والحاجات دي. لدرجه ان احنا لقينا في الصعيد بيستخدموا الموتوسيكلات بشكل كبير. فجيت نزلنا حطيته موتوسيكلات. موتوسيكلات، عندنا منتجات حصرية بتاعة الشركة، ودي زي مصنع ملابس بيصنع ملابس لبي كاش، تي شيرتس وجاكيتس وفيست. عندنا منتجات كتيرة قوي، عندنا سياحة داخلية وخارجية. النهارده ممكن اي واحد يكون قاعد بيتكلم مع اي حد من اصحابه اللي موجودين بره مصر، مم. ويتكلم معاه عن السياحة، ويقدر يجيب الشخص دوت، والشخص ده لو جه بالفعل وقعد هنا 3 ايام ولا اسبوع، الشخص ده هنا عمل كوميشن او عمل عمولة، فهنا هو هيتكلم معاه لان في عائد مادي هيرجع له، فهو هيتكلم معاه بمنتهى الحماس، وبالذات لو هو اتعلم ازاي يعرف يسوق، فدي هتكون حاجة بالنسبة له كويسة وحاجة بالنسبة له مشجعة. طيب جميل قوي. يعني دلوقتي قلت لي انت بتشوف احتياجات الناس ايه وبتجيبوا الحاجات اللي هم ممكن فعلا يكونوا عايزينها بالظبط. الضروريه ليهم قوي. وانا حاسه انك مركز قوي على الالكترونيات، يعني موبايلات، لابتوبات، الحاجات المنزليه، وبعد كده الملابس. جميل قوي الكلام ده. الاسعار بقى، لان دي اللي بتهم المصريين. طيب في جزء كمان مهم، وده احنا نزلناه كمنتج. احنا نزلنا الكورس بتاع التسويق ذات نفسه ده كمنتج مم. من قبل النقابة. يعني النهاردة اي شخص عايز يتعلم البيزنس ده او عايز يتعلم العلم ده، تمام، يقدر يخش يدرس الكورس، تمام، والكورس هيديله كل المادة العلمية اللي هو محتاجها في التسويق، فهو مم. ممكن ياخد ده كمنتج. مم. عندنا كورسات في اللغات، وعندنا كورسات كتيرة. لو جينا لحتة الأسعار، مقارنة بالسوق، مش عايز اقول ان احنا بالفعل ارخص اسعار موجودة عندنا. لو قارنا كل الشركات اللي موجودة دلوقتي، احنا تقريبا اقل اسعار موجودة في السوق، لان انا علشان اعرف اخلي الاشخاص تسوق بشكل كويس لازم اساعدهم بالسعر. بالسعر، ان انا اديهم سعر منافس، او على بالظبط. الاقل سعر يعني يكون ايه، يشجع الناس انها تشتري عن طريق الانترنت. بالظبط، لان انا لو غليت له السعر هو مش هيعرف يشتغل. مم. فبالتالي بالفعل الاسعار بتاعتي اسعار تنافسيه. مم. الاسعار كلها بسعر التوكيلات، لان احنا النهارده اي شخص بينضم للفريق بتاع التسويق بيروح له فاتوره ضريبيه، بيروح له عقد مسجل بينص على كل الشروط بتاعه التعاقد ما بين الشركه وما بين المسوق، تمام، بيروح له ايصالات باستلام الفلوس اللي اتاخدت منه. هو لما بيحط الفلوس للشركه او بيتعامل مع الشركه بيتعامل بشكل قانوني، لان هو بيودع الفلوس في البنك، تمام. حتى لما بيجي ياخد العمولات بتاعته بياخدها عن طريق البنك، فبالتالي المنظومة كلها ماشية في سياق قانوني، فبالتالي انا لازم التزم بالاسعار القانونية ومش هينفع اغلي عنها. جميل قوي ان الاسعار تكون عندك اسعار منافسه للسوق علشان تقدر تبيع بيها، كمان انك ملتزم بالسياق القانوني. طيب لو قلت الضمان، عندك منتجات لابتوبات، اجهزه منزليه وخلافه. م. طيب الضمان اللي عليها بقى، انا اشتريت لابتوب من خلال الموقع وبعد شهر لقيت فيه عيب، تمام. الضمان بتاعي ايه؟ طيب الضمان عامة في الحاجات بتاعة التكنولوجي كده كده لازم بيروح شهادة ضمان معاها. مم. يعني لو انا مثلا خدت مثال الموبايل، مم. فالشخص ما ينفعش يستلمه غير لما يكون شهادة الضمان موجودة جواه، مم. وبيكون بضمان الوكيل. وليكن مثلا لو اتكلمنا على براند مثلا، فهنلاقي ان ليه 2 أو 3 وكلاء، فبيروح له الشهادة بتاعة الضمان زي ما بيشتريه من اي محل كبير موجود في السوق. يعني عادي كاني زائد عملت الفاتورة. شوبينج من اي مكان وخدت شهاده الضمان بعد ما بالظبط، اشتريت زائد مع الفاتورة، والفاتورة دي بتكون فاتورة ضريبية، فبالتالي هو لما بيروح للتوكيل مع الضمان ومع الفاتورة الضريبية، فالتوكيل بيغير له الموبايل لو بالفعل يحتاج تغيير. لو مش محتاج تغيير ومحتاج صيانة بيتعامل بشكل طبيعي جدا اكنه مشتريه اوريدي من التوكيل. طيب كل المنتجات اللي عندك على الموقع او اللي عندكم بقى كمنظومه كلها على بعض فعلا عليها ضمان، ولا في بعض المنتجات ما عليهاش الضمان؟ آه لا، كل المنتجات اللي ليها ضمان بالفعل بيكون عليها ضمان. مم. يعني مثلا آه في بعض المنتجات بتتباع في السوق وده معروف ان ما عليهاش ضمان غير وليكن 3 شهور او مم. 6 شهور او سنتين. انا بلتزم بالشروط بتاعه الوكيل. يعني الوكيل لو هو اوريدي في المحلات بتاعته او في الستورز بتاعته
بيبيع بضمان سنتين، انا بلتزم بنفس السنتين اللي هو بيديهم. فبالتالي انا كل المنتجات الموجوده عندي كلها خاضعه للضمان طبعا، وبيروح معاها شهاده ضمان. وحتى لو ما فيش شهاده ضمان، الفاتوره ذات نفسها دي بتعتبر ضمان، لان دي فاتوره ضريبيه، فاتوره معترف بيها يعني. باشمهندس خالد، حضرتك قلت لي انك اتقدم لك في النقابه حوالي 20 موقع، قبلت منهم 3 و17 اترفضوا. الثلاثه اللي اتقبلوا دلوقتي يعتبروا هم نواه للتجاره الالكترونيه في مصر؟ هو في ناس طبعا ما تقدموش للاعتماد، في ناس مم. كبيره موجوده، مم. ولكن اللي تقدموا ال 20 دول طلع منهم الثلاثه فعلا اللي شغالين شغل حسب المعايير اللي احنا طالبينها. اللي هو ليه جوده عاليه ومضمون. يعني السعر مهم قوي، مم. يعني لازم السعر يكون مطابق للسعر اللي بيتباع بره او اقل، ما يكونش اعلى. مم. ده مهم جدا. الحاجه التانية اللي انا بركز عليها، يمكن استاذ نادر ما اشارش عليها قوي، اللي هي انا تملي بهتم بتشغيل الشباب. مم. فهم عندهم حته جميله قوي، ان 99% من مبيعاتهم مش هم اللي بيبيعوها، مش هم، يعني الموقع مش هو اللي بيبيع، الشباب. هم اللي بيبيعوها. ودي ميزه انا شايفها رقم واحد في المعايير اللي عندي، ان انا المفروض ان يجي لي اعمل موقع، الموقع ده انا بفيد بيه وطني مم. وبفيد بيه الشباب. مم. طيب افيد بيه الشباب ازاي؟ هو طبعا يعني انا كنت اتمنى ان في يعني اخ معانا، يمكن يعني يا رب يجي معانا في حلقه قادمه، اسمه استاذ محمود، مم. يعلمنا بقى موضوع التسويق الالكتروني المتعدد المستويات. يعني ازاي بقى المنظومه دي تنجح بالتسويق الالكتروني المتعدد المستويات. ما انا كنت فعلا بسأل حضرتك في دوت، اللي هو سهل خلاص اوكي، انا دخلت على موقع وابتديت اعرف ان انا ممكن احط المنتج بتاعي واسوقه، بس في شطارة ان انا بدل ما اسوق قطعة اسوق قطعتين بالظبط. وابتدي اعمل فلوس اكتر. بالظبط. طب انتوا بقى يا استاذ نادر بتساعدوا الشباب على ده؟ يعني بتقول انا هديك الخطوات اللي بيها ومن خلالها تقدر تبيع اكتر وبالتالي تكسب اكتر؟ نتكلم بصراحة، ده شيء أساسي احنا لازم نعلمه من الشباب، لأن الشركة كده كده علشان حجم مبيعاتها يزيد، لازم الشباب دول برضو يعملوا حجم مبيعات كبير. يعني بتعلموهم فاحنا اونلاين لازم مثلا؟ نعلمهم ونعلمهم كويس جدا 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 ونهتم بيهم. بيكون في تدريبات أسبوعية. الأشخاص اللي احنا بنحس إن هم عندهم بعض يعني خصائص أو مميزات قيادية، تمام، وينفعوا يكونوا مسؤولين من مجموعات كبيرة، بناخد الناس دول نعلمهم بشكل ادفانسد او بشكل متخصص شوية، علشان يعرفوا يسوقوا بشكل اكبر وينتشروا بره مصر وينتشروا في كل مكان في مصر. بنديهم تدريبات اسبوعية وبنديهم تدريبات تقريبا شهرية وربع سنوية. عندنا منظومة كبيرة جدا فيها فريق عمل قوي جدا جدا، شغالين عندهم بقالهم يمكن 7 أو 8 سنين خبرات في مجال التسويق. هم اللي قائمين على التدريب لكل الأشخاص اللي شغالين مسوقين. هذا البرنامج برعاية كل الاشخاص تقريبا في سن الشباب، يعني في سن اللي هم خلصوا الجامعه، ولا عندك حاجات اقل من كده اللي هو مرحله الطالب اللي في ثانوي مثلا؟ حضرتك صادفت ده؟ هتستغربي مني لو قلتلك ان احنا في حالات كتير قوي بتجيلنا اقل من 16 سنه. انا متوقعه ده. آه. اه. بالفعل في ناس كتيره بتيجي اقل من 16 سنه، وللاسف مش بنعرف ان احنا يعني نتعامل معاهم بشكل مباشر، لان قلت لك ان في عقد قانوني بيطلع لازم الشخص يكون معاه بطاقه. كان ممكن مثلا مع ولي امره مثلا. فبالظبط ممكن يكون بيعمل العقد او بيعمل الوكاله باسم والده، وهو اللي بيقوم بالشغل فيها. وبرضه في نفس التوقيت بيكون عندنا اشخاص فوق ال50 وفوق ال60 وموجودين وبيشتغلوا وبيتعلموا وبيتدربوا ومبسوطين ان هم يعني على كبر كده بدأوا يتعلموا حاجة جديدة وبدأوا يعملوا بالفعل نتائج فيها، وبدأ يكون معاهم مجموعات كبيرة. دي حاجة بتكون بتفرحنا احنا شخصيا، ان بالفعل قدرنا نخلي اشخاص بعد ما وصلوا لسن ال50 او ال60 وتوقعوا ان هم مش هيعرفوا يعملوا حاجه تاني، لا بيتعلموا علم جديد وبيعملوا نتائج كويسه يمكن يكونوا ما عملوهاش قبل كده في حياتهم. ده شيء جميل فعلا، ان يعني بعد ما يخلص مرحله المعاش يبدا حياه جديده، ان هو يبتدي يشتغل تاني، وان هو يبتدي يدخل فلوس ويحس ان هو منتج، ويعني ما نحيش دور اصحاب المعاشات على جنب، بالعكس هم ممكن يبداوا حياه ويشاركوا معانا.
انا بشكر حضرتك يا باشمهندس خالد، الله يكرمك. بشكر حضرتك باشمهندس ناجي، وان شاء الله يعني هيكون لنا حوارات مره اخرى عن التجاره الالكترونيه، وتعرفونا ازاي ممكن نتاجر اكتر، وازاي نعلم شبابنا اكتر ازاي نحقق ربح اكتر، وازاي نستفيد من التجاره الالكترونيه في مصر من خلال المواقع الموجوده، مش بس المواقع العالميه وكمان المواقع المصريه.